تقريبا اكتر مكمل هتلاقي عليه كلام وقصص وحواديت وهو الكرياتين. اللي يقول لك هيوقع لك شعرك وهتبقى اصلع، اللي يقول لك بيجيب لك فشل كلوي، اللي يقول لك بيجيب لك عقم ومش هيخليك تخلف، كميه كلام كتيره جدا عن الراجل الغلبان دوت. فالنهارده انا هقول لك هو ايه الكرياتين دوت وهفهمك كل حاجه عنه بالتفصيل عشان ما يضحكش عليك. اول حاجه ايه هو الكرياتين دوت من الاساس؟ الكرياتين دوت ماده موجوده في الاسماك وفي اللحوم الحمراء، وكمان جسمك بينتجها لكن بنسبه قليله جدا. فانت كشخص رياضي محتاج كميه زياده من الكرياتين دوت. مش هينفع ان انت تعتمد على الكميه اللي جسمك بيفرزها فقط، ومش هينفع برضه تعتمد على الاكل فقط، عشان تاخد الكميه الكرياتين اللي موجوده في الاكل هتحتاج تاكل كميات كبيره جدا من الاسماك ومن اللحوم عشان تاخد كميه الكرياتين دي. فهم سهلوا الدنيا علينا وعملوا لنا مكمل الكرياتين ده. فدي اول نقطه، ان الكرياتين حاجه معموله من الاكل، يعني هو مش هرمونات، مش حاجه غلط، مش حاجه مضره، مش حاجه مفيهاش اي مشاكل، حاجه من الاكل. الله اكبر عليك. تاني حاجه بيعمل ايه بقى الكرياتين دوت وليه هو مهم جدا؟ لما بتبدا تستخدم الكرياتين كمكمل بيتخزن في عضلاتك كفوسفوكرياتين. طيب بعد ما بيتخزن بيحصل ايه؟ بيحصل لك شويه حاجات. اول حاجه ان هو بيخلي خلايا جسمك تفرز ATP زياده. ايه هو الاي تي بي ده؟ ATP اختصارا لكلمه ادينوسين ترايفوسفيت، اللي هي الطاقه او الباور او المجهود اللي انت بتقدر ان انت من خلاله تستخدمه فتبذل ايا كان الرياضه اللي انت بتمارسها ايه، سواء بتلعب بودي بيلدينج، تنس، كوره، اي حاجه انت بتعملها محتاج ATP في جسمك. من غيره مش تقدر ان انت تتحرك، مش تقدر ان انت تعمل اي حاجه. فالكرياتين مناسب مش بس للناس اللي بتروح الجيم وبترفع حديد، لكن هو ينفع اي حد بيجي يلعب اي رياضه محتاج ان هو يعلي اداؤه في الرياضه ديت والحركه بتاعته تزيد، يقدر ان هو يستخدم الكرياتين. وتاني حاجه ان هو بيحبس ميه في العضلات. حبس الميه دوت ليه فايدتين. اول فايده وهي ان انت مثلا لو بتلعب بايسب كيرلز او بتلعب اي تمرين عموما وعملت مثلا 12 15 عده، لما تبدا تحس بحرقان كده في العضله او تحس ان انت خلاص مش قادر ترفع الوزن الثاني، ده بيكون بدايه تكوين اللاكتيك اسيد في العضله دي. الكرياتين زي ما قلت لك ان هو بيحبس ميه في العضله، فالميه اللي متخزنه في العضله دي بتبدا تسيح او بتبدا تتخلص من اللاكتيك اسيد اللي بيتكون في العضله، فبالتالي بتقدر ان انت تتمرن زياده وتقدر ان انت تعمل عدات زياده، فبالتالي تقدر تعمل نتيجه احسن او ان انت تعمل عضلات احسن. تاني نقطه وهي ان الميه دي بتخلي العضله اكبر. الكرياتين لما بيجي يحبس ميه بيحبسها جوه العضله مش تحت الجلد، يعني مثلا مش بيبقى فيه انتفاخ في جسمك او شكلك يكون منتفخ ان انت حابس ميه، لا بتحبس ميه لكن جوه العضله، وده اللي انت محتاجه كرياضي عشان عضلاتك تكبر وتبقى احسن. بجانب ان احنا جسمنا 70% منه ميه، فلما تخزن شويه ميه زياده في العضله ده هيديك اللي انت عايزه. تالت حاجه الكرياتين بيعملها وهو انه بيعلي من IGF-1. IGF-1 ده نوع من انواع الجروث هرمون او هرمون النمو. الكرياتين بيساعد جسمك ان هو يفرزه بشكل طبيعي، ده مش مشكله. الكرياتين مش هرمون، مش استرويد، مش اي حاجه زياده بتدخلها لجسمك، لا ده كده كده IGF-1 ده هرمون موجود في جسمك، فالكرياتين بيساعدك ان انت تحفزه زياده. نفس الفكره مثلا هرمون التستوستيرون، لما انت تيجي تعمل حاجات تحفز هرمون التستوستيرون زياده في جسمك عشان تبدا تعمل عضلات زياده، نفس الفكره. IGF-1 ده نوع من انواع هرمون النمو. طيب بيعمل ايه بقى IGF-1 ده؟ IGF-1 دوت مسؤول اساسي عن الريكفري والاستشفاء لعضلاتك. فانت لما بتتمرن وبتتعب وبتبذل مجهود كبير جدا جسمك بيرهق وبيبقى تعبان. IGF-1 ده بقى بيساعد على الريكفري والاستشفاء، فبالتالي لما انت تعمل استشفاء زياده وتريح عضلات جسمك زياده ده هيؤدي لنتيجه احسن او عضلات احسن. رابع نقطه بقى، هل بيوقع الشعر ولا لا؟ دي في ناس كتيره جدا بتسال عن النقطه دي. في بحث في 2009 اتعمل ان الكرياتين بيعلي من DHT او الديهايدروتستوستيرون. طيب بيعمل ايه DHT ده؟ ده هرمون بيسبب سقوط الشعر، ولكن ده بحث واحد، يعني مش حاجه معتمده او حاجه اكيده ان الكرياتين خلاص بيوقع الشعر. اي حاجه تانية انا قلتها لك في الفيديو ده حاجات معمول عليها كذا بحث وحاجات مضمونه ان الحاجه ديت ده دراسه اكيده او دي الحاجه النهائيه ان الحاجه دي تمام. لكن في جزء من الناس بدا ياخد النقطه دي او البحث دوت ويبدا يعممه على كل الكرياتين، فالناس بدات ان هي تترعب او بدات تحط في دماغها النقطه دي. لكن الكرياتين مفيش اي حاجه اتثبتت عنه من ناحيه ان هو بيوقع الشعر، ده بحث واحد فقط اتعمل، فهو مش كفايه ومش اثبات ان الكرياتين بيوقع الشعر. تالت حاجه تستخدمه ازاي او تاخد كام سكوب. في ناس كتيره جدا بتنصح بالنقطه دي وهي ان انت بتعمل لودنج فيز او بتعمل تحميل. ايه هو التحميل ده؟ التحميل هو ان انت بتاخد 20 جرام كرياتين لمده اسبوع، بعد كده بتبدا تاخد 5 جرام كرياتين. طيب انت دلوقتي الكرياتين بتاعك لما بيجي بيبقى فيه سكوب صغيره، السكوب دي 5 جرام، 20 جرام يعني هتاخد 4 سكوب كل يوم لمده اسبوع. ده في ناس كتيره جدا بتعمل النقطه دي. انا عن نفسي لما باجي استخدم الكرياتين مش بعمل تحميل ايا كان انا قاطع الكرياتين قد ايه، مش بعمل اللودنج فيز دي خالص عشان مش بحس ان هي ليها اي لازمه. ما جربتهاش قبل كده لكن مش حاسس ان هي ليها اي لازمه. ممكن يكون الكميه الزياده دي لو انت شخص مش متعود مثلا ان انت
تاكل كميه اكل كبيره او ان بطنك مش بتستحمل كميه اكل كبيره، لما تيجي تديها كميه كبيره زي دي ممكن يعمل لك اي مشاكل. الاضمن ليك ان انت تاخد ال5 جرام فقط بتوعك اللي هي السكوب الموجوده. هتاخد سكوب كل يوم، ملوش وقت معين ان انت تاخده لفتره بعد كده تبطله لفتره. هو مش ستيرويد او مش حاجه هرمون او اي حاجه من الحاجات دي، لا انت تقدر تستخدمه على طول، ملوش لازمه ان انت توقفه او ان انت تبطله، عادي مكمل زيه زي الاكل زي حاجه عاديه خالص. هي سكوب واحده فقط تاخدها ده هيكون كفايه جدا. والكرياتين بتدوبه في ميه، ايا كان الميه دي حجمها قد ايه، مش هتفرق ميه قليله ميه كتير. الحاجه الوحيده بس اللي هتفرق معاك في كميه الميه ان هو يبقى تقيل او خفيف، التركيز بتاعه يبقى ايه، لكن كده كده مش هتفرق. كده كده انت هتدخله لجسمك، الميه دي كده كده هتشربها انت كلها، سواء هي كتير سواء هي قليله، ما فرقتش خالص. رابع حاجه تستخدمه امتى؟ انا عن نفسي بحب استخدم الكرياتين بعد التمرين، زي ما قلت لكم قبل كده ان بعد التمرين بيبقى جسمك مهلك وتعبان، واي حاجه بتدخلها لجسمك بعد التمرين بيستفاد منها اقصى استفاده. فانا عن نفسي بحب ان انا استخدم الكرياتين بعد التمرين. في ناس بتستخدمه قبل التمرين بحيث ان هو مثلا يساعدها ان ترفع الاي تي بي فيخشوا يتمرنوا احسن، لكن انا مش بحسها الصراحه. انا عن نفسي بحب استخدمه اكتر بعد التمرين. انت ليك حريه الاختيار، تقدر تستخدمه على اي وقت على مدار يومك، مش هيفرق كتير. طيب اخر حاجه، هل الكرياتين قيمه مقابل سعر او يستاهل ان انا ادفع فيه فلوس؟ احب اقول لك ايوه، الكرياتين كل جنيه هتدفعه فيه هتستفاد منه كويس جدا. الكرياتين تقريبا اكتر مكمل اتعمل عليه ابحاث، فان هو الكرياتين يكون موجود حاليا متوفر بيتباع في مصر كلها او في العالم كلها، معنى كده ان دي حاجه كويسه او ان حاجه بتتباع عاديه. لو كان في ضرر او كان في اي مشاكل ما كانش هيتباع بكل سهوله او بكل بساطه دي. فتقدر تستخدم الكرياتين، هيساعدك جدا من الحاجات اللي انا لسه قايلها لك من شويه. ولكن اهم حاجه هي الاعتدال، سواء في اي مكمل مش بس الكرياتين. لو انت اخدت منه كميه زياده هيعمل لك طبعا مشاكل. اي حاجه في الدنيا اي حاجه باعتدال هتكون كويسه وهتقدر تستفاد بيها. هتاخد منه كميات زياده وهتأفور منه طبعا هيحصل لك مشاكل. ده في اي مكمل، اي حاجه زياده هتكون زياده على كليتك، زياده على كبدك. فبلاش، زي ما قلت لك تاخد سكوب واحد فقط على مدار يومك، ده هيكون اكتر من كفايه وهيساعدك ان انت بالتدريج، بجانب طبعا ان انت تكون مهتم جدا بالتمرين بتاعك، مهتم جدا بالاكل بتاعك. زي ما قلت لك اوعى تهمل خالص ان انت تضعف اكلك او ان انت ما تهتمش باكلك على حساب ان انت تجيب مكملات. الاكل هو الحاجه الاساسيه اللي بتهتم بيها وتمرينك جنبه، بعد كده المكملات حاجه تكمل لك جنب الاكل والتمرين بتاعك. كده شباب ده يكون فيديو النهارده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتشغلوا زر الجرس، وتابعوني على فيسبوك او انستجرام، هتلاقوا اللينكات تحت في الديسكربشن. وكمان تابعوني على التيك توك، بنزل هناك فيديوهات كل يوم. واكتبوا لي في الكومنتات تحت لو في اي حاجه عايزين تسالوني عليها او اي حاجه عايزيني اعمل لكم فيديو عنها. والتدريب الاونلاين والبرامج المخصصه تقدروا تبعتوا لي على لينك الواتساب هتلاقوه تحت. ابعتوا لي هناك هاشتاج اونلاين كوتشنج، هيتبعت لكم كل التفاصيل هناك. واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.